في يوم من الأيام طلابي قعدوني وقالوا لي بالحرف: انتي لازم تبدأي تكتبي الكتاب ده. كانوا عايزين الناس تقدر تستفيد من شغلنا علشان تحسن من حياتها. وده كان حلم عندي من زمان، لكن من اللحظة دي بقى هو أولويتي الأولى. أنا شغلي بينتمي لمدرسة في علم النفس بتركز على قوة المعتقدات اللي عند الناس. المعتقدات دي ممكن نكون واخدين بالنا منها أو مش حاسين بيها، لكن في الحالتين هي ليها تأثير قوي جدا على اللي بنتمناه وعلى إذا كنا هنحققه ولا لأ. المدرسة دي كمان بتثبت إن مجرد تغيير بسيط في المعتقدات حتى في أبسطها ممكن يغير حاجات عميقة وكبيرة في حياة الإنسان. في الكتاب ده هتتعلم إزاي معتقد بسيط عن نفسك إحنا اكتشفناه من خلال الأبحاث اللي بنعملها بيأثر على جزء كبير من حياتك. والحقيقة كمان إنه داخل في كل جنب من جوانب حياتك. حاجات كتير من اللي بتعتبرها جزء من شخصيتك أصلها بيرجع من المايند سيت اللي عندك، وحاجات كتير ممكن تكون منعاك تحقق إمكانياتك الكاملة سببها برضو نفس المايند سيت اللي عندك. ولا كتاب قبل كده شرح مفهوم المايند سيت بالشكل اللي يساعد الناس إنها تطبقه في حياتهم اليومية. لما تقرأه هتبدأ تفهم الناس العظماء في العلوم وفي الفنون وفي الرياضة والبيزنس، وكمان الناس اللي كان ممكن يبقوا عظماء لكن ما وصلوش. هتفهم شريك حياتك ومديرك صحابك ولادك، وهتشوف بنفسك إزاي تقدر تطلق العنان لقدراتك وقدرات أولادك كمان. أنا فخورة ومبسوطة جدا إني أشاركك النتائج اللي وصلت ليها، وكمان القصص اللي جبتها من أبحاثي. أنا كل فصل من فصول الكتاب مليان حكايات، بعضها من الأخبار الحقيقية وبعضها من حياتي الشخصية وتجربتي الخاصة، عشان فعلا تقدر تشوف المايند سيت وهو بيتفاعل على أرض الواقع. في معظم الحالات غيرت الأسماء والمعلومات الشخصية علشان أحافظ على خصوصية الناس، وفي بعض الحالات دمجت أكتر من شخص في شخصية واحدة علشان أوضح نقطة معينة بشكل أسهل. وبعض المواقف مكتوبة من الذاكرة وكتبتها بأفضل طريقة أقدر عليها. في نهاية كل فصل وكمان في الفصل الأخير هتلاقي طرق عملية تقدر تطبق بيها الدروس اللي اتكلمنا عنها. هتتعلم ازاي تكتشف المايند سيت اللي بيواجه حياتك، وتفهم هو بيشتغل ازاي وتعرف تغيره كمان لو حبيت. في الآخر شكر وامتنان إني حابة أشكر كل الناس اللي ساعدوا في إن أبحاثي والكتاب ده يبقوا موجودين على أرض الواقع، وكمان طلابي اللي كانوا دايما مصدر سعادة حقيقية في مشواري البحثي. ويا رب يكونوا اتعلموا مني زي ما أنا اتعلمت منهم. أنا شغلي كله عن النمو وساعدني جدا إني أنمو على المستوى الشخصي، ويا رب الكتاب ده يساعدك أنت كمان تنمو وتحقق كل اللي جواك.